في البدايه يا جماعه بس عايز اكد لكم على حاجه. في كلام اتكتب بخصوص النادي المصري ان الاتحاد المصري لكره القدم ارسل خطاب للداخليه يقول ان لابد ان الداخليه تعمل خطاب بتامين مباريات المصري. هذا الكلام عاري تماما من الصحه، والمصري له الحق في الاشتراك في الدوري اللي جاي، وكل ما يكتب بخصوص هذا الموضوع عاري تماما من الصحه. ان المصري له الحق، وبالتالي على وزارة الداخلية عادي جدا زيها زي أي نادي آخر بيؤمن مبارياته. النهاردة تم اعتماد جلسة 19 دراسة شؤون المنتخبات الوطنية بالنسبة للوائح المنتخب الأول والمنتخب الشباب، اللوائح اللي من خلالها المكافآت والحاجات الخاصة بالمنتخبين. اعتماد لائحة لجنة الانضباط، المشروع لائحة شؤون اللاعبين. نعم المشروع موجود على كأس مصر بالنسبة دراسة البث الفضائي والعروض الموجودة، سواء عرض حصري ابو 5 مليون جنيه او بالنظام اللي معمول 2 مليون، مليون و600، مليون ونص زي ما احنا متفقين. بس حصر القناة المصرية ولا حصر القناة المصرية، في عرض حصر القناة المصرية، واذا القنوات قدمت هيختلف السعر. يعني لسه ما اتخذش قرار؟ لسه ما اتخذش قرار. في حاجة بالنسبة بخصوص كاس مصر اللي هو مشكلة ايجار الملاعب. هل الاتحاد هيتحمل الايجار؟ هل الانديه اللي هتحمل الايجار؟ برضو ده موضوع محل بحث يعني. عرض المدير التنفيذي بشأن العمل بالاتحاد، وضع لائحه لشؤون العاملين بالاتحاد عشان يبقى في انضباط في الشغل وضوابط معينه بالنسبه للعاملين. دراسه شكاوي الانديه فيما يخص النواحي الماليه للمسابقات والتحكيم. بالنسبة للمنتخبات الناشئين اللجنة الفنية حطت الضوابط وكتبت تقريرها، بيتم بحثه وهيعرض على الجلسة اللي بعد دي.